أبدأ بتاريخه الجيولوجي. هل سبق لكم أن عرفتم أن المناطق التي توجد بها مكامن الفوسفات في المغرب كانت في الماضي أحواضا بحرية، مما وفر ظروفا مثالية لتراكم المادة العضوية وتحولها إلى فوسفات؟ في الواقع، تاريخ تكوين الفوسفات في المغرب يعود إلى عمليات جيولوجية حدثت منذ ملايين السنين. خلال العصرين الجيولوجيين الميزوزويك والسينوزويك ترسبت في البيئة البحرية التي كانت سائدة آنذاك رواسب غنية بالمواد العضوية. تلك البيئة البحرية القديمة غنية بالعناصر الغذائية والكائنات البحرية خلقت بمرور الزمن طبقات سميكة من الرواسب العضوية. هذه الرواسب تحت تأثير الضغط العالي والظروف الجيولوجية المواتية تحولت تدريجيا إلى صخور غنية بالفوسفات. مع حركة الصفائح التكونية تم رفع هذه الرواسب إلى سطح الأرض، مما جعلها قابلة للاستغلال اليوم. هذه العملية الطبيعية الفريدة